لكن فيها ستأتي على مستوى السياحة في النمسا. الكرة الحمدان يلعب كرة عرضية، الله، والهدف الأول يتمكن من تسجيل الهلال عن طريق نجم الصربي متروفيتش الذي يتمكن من تسجيل أول أهداف الهلال. يتلقى كرة عرضية رائعة تمكن من تسجيلها، هدف أول الهلال. متروفيتش الذي ينتظر الكثير مع الهلال في هذا العام بعد أن تمكن من تسجيل أرقام رائعة إلى جانب الفريق في الموسم الماضي، 28 هدف في الدوري و4 في كأس الملك و8 أهداف في دوري أبطال آسيا. لا شك بأنه يعلن عن أنه حاضر في هذا العام أيضا من جديد إلى جانب الهلال. عينك على الحمدان، على اللقطة الرائعة من عبد الله الحمدان، برافو يا عبد الله، برافو الحمدان. لعب الكرة هناك في أقصى اليسار باتجاه متروفيتش، وقاطرة متروفيتش مستمرة، ومتروفيتش يسجل هدفا أول في صالح الهلال. حارس مرمى الفريق النمساوي، العرضية الرأسية، الهلال ينجح معها هذه المرة في تسجيل ثاني أهدافه بالمباراة. خليفة الدوسري اللي تلقى كرة عرضية ونجح في تسجيلها بمرمى لوكا لوكيتش. الهلال ينجح في تسجيل ثاني أهدافه عن طريق مدافع خليفة الدوسري. الهلال برأسياته يدق شباك لوكا لوكيتش ويسجل ثاني أهدافه في المباراة. جيسوس الذي يتابع المباراة الآن ويرى فريقه ينجح في تسجيل ثاني أهدافه عبر كرة رأسية مرة أخرى يزور شباك فينر نيوشتات ويسجل ثاني الأهداف في هذه المباراة. الهلال أصبحت النتيجة في صالح الهلال إلى تسديدة، الله الله على الحمدان. يبدو بأنه موسما رائعا يا حمدان ينتظرك مع الهلال. البداية بكرة كانت رائعة صنعها الحمدان لمتروفيتش في الهدف الأول، والآن الحمدان بدورة يأتي ليسجل بنفسه الهدف الثالث للهلال وبصورة وبطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء. عينك على عبد الله، شوف الكرة استقبلها عبد الله الحمدان والتسديدة اللي جاءت على يمين لوكا لوكيتش ويسجل معها الحمدان ثالث أهداف الهلال في شوط المباراة الأول. 3 الهلال لا شيء فينر نيوشتات في هذه المباراة بشوطها الأول. الهلال يقسو على الفريق المحلي لمدينة نيوشتات. والليل في انطلاقة ميشيل يلعب كرة حلوة لسالم، حلوة لسالم، ولأن سالم الأهداف لابد أن تكون مختلفة يا سالم. سالم الدوسري يسجل الهدف الهلالي الرابع، هدف رائع وهدف هلالي رابع. ولأن سالم الهدف لابد وأن يكون مختلفا، لأن سالم لاعب مختلف، أهدافه لابد أن تكون مختلفة. تلقى كرة من ميشايل وسجلها بصورة مختلفة. سالم الدوسري صورة تشبه سالم الدوسري، مختلف عن الآخرين. سالم الدوسري شوف الكرة اللي تلقاها، ثم بهذه الصورة تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الهلالي الرابع. سالم هنا يسجل للهلال الهدف الهلالي الرابع. الله على لقطة من سالم الدوسري. مشاهدينا أينما كنتم، المباراة متبقي فيها 5 دقائق على شوطها الأول، والهلال يتقدم برباعية في هذه المواجهة التي تقام على ملعب فينر نيوشتادر، ملعب والقائمة الثانية. هذه كرة الهلال عن الجهة اليمين، لعبت في منطقة الجزاء، التسديدة، الله، والهدف الخامس. القحطاني يتمكن من تسجيل 5 أهداف الهلال في انطلاقة شوط المباراة الثاني. القحطاني البديل في شوط المباراة الثاني نجح في تسجيل أول أهداف الهلال في هذا الشوط. أصبحت النتيجة خماسية للهلال مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. رائعة الكرة باتجاه القحطاني في هذه اللقطة، واصلة إلى الشباك، وهدف هلالي خامس عن طريق محمد القحطاني. الكرة اللي وصلت للقحطاني، ثم التسديدة من القحطاني على يسار حارس المرمى لوكا لوكيتش، وسجل 5 أهداف الهلال بهذا اللقاء. أصبحت النتيجة 5 أهداف. تأتي لمشاهدة الهلال، الكرة ملعوبة لصالح الهلال، الله عليك يا قحطاني. النجم الكبير محمد القحطاني تمكن من تسجيل الهدف السادس. قلت لك بأنه أصبح اليوم جاهز تماما إلى أن يكون النجم المحلي الكبير في فريق الهلال، إلى أن يكون
وقد وصل لنموذج اللاعب المحلي في نادي الهلال. ينجح القحطاني في تسجيل الهدف السادس بعد أن نجح شخصيا في تسجيل الهدف الخامس. القحطاني عاد هو مرة أخرى لإضافة الهدف السادس بكرة. يا سلام على مصعب الجوير، لعب الكرة ورد الكرة للقحطاني. لقطة هلالية رائعة، شبان الهلال قدموا صورة رائعة في هذه اللقطة. القحطاني لعبها للجوير، الجوير أعادها القحطاني. الانطلاقة